كنعرفوا اليوم الجهه عندها جد مؤهلات سياحيه، وبرزنا في خلال العرض اللي تعمل هو ان نشوفوا شنو هما المؤهلات ديال هذه الوجهه، شنو المعمول في خريطه الطريق، شنو هو التموقع ديالها ايضا في خريطه الطريق، وما هما الارقام التي سجلت هذه الجهه من ناحيه ديال عدد الزوار او ليالي المبيت في هذه الجهه. فجميع المتدخلين برزوا المؤهلات ديال السياحه بالجهه، وايضا شنو هما الافاق المستقبليه بالنسبه للجهه. يعني كل المنابر الاعلاميه اللي متواجده معنا اليوم، فاولا جيت سعيد باش نكون في الافتتاح ديال المناظره الجهويه حول القطاع السياحي. كما كتعرفوا بان هذا القطاع هو قطاع اللي كيشغل الملايين ديال المغاربه، واعتقد بان اليوم هناك مؤهلات جد مهمه داخل هذه الجهه. فجينا حاولنا عرضنا اهم يعني الاتفاقيات اللي وقعنا واهم المشاريع اللي ان شاء الله غتكون عما قريب غتخرج الوجود في جهه طنجه تطوان الحسيمه. اهم اتفاقيه هي الاتفاقيه اللي وقعنا ما بين مجلس جهه طنجه تطوان ووزاره السياحه اللي كتفوق مليار و700 مليون درهم، فيها مساهمه ديال 600 مليون درهم ديال مجلس جهه طنجه تطوان. وكي على يعني عده محاور. اولا المحور الاولي وهو المدن العتيقه اللي ما شملهاش الاصلاحات وما شملهاش التاهيل. كذلك هناك مدينه ترفيهيه اللي غتكون ان شاء الله في مدينه تطوان، هناك بدات الدراسه الاوليه ديالها في قيد الانجاز. كذلك هناك صندوق ديال الدعم المقاولات الصغرى والجد الصغرى اللي ما يفوق المبلغ ديالها هو 300 مليون درهم. فاعتقد بان اليوم خص المقاولات تحاول تجي تستثمر في هذا القطاع اللي عنده مؤهلات كثيره. كذلك هناك مشاريع كيفاش تعزيز الخط الجوي ما بين المدن داخل المغرب وكذلك ما بين خارج الوطن. اليوم احنا على استعداد باش نشتغلوا يعني مع كل المؤهلات كل يعني المستثمرين كانوا مغاربه او كانوا خارج ارض الوطن. فاعتقد بان اليوم هاد كل ما هذه المؤهلات كتعطينا بان اليوم خصنا يعني هناك يعني واحد المحطتين مهمتين غتعرفها بلادنا، هي ديال لا كوب دافريك ولا كوب دي موند. خصنا نكونوا اهلنا الجهه ديالنا اهلنا يعني كل ما يمكن باش تكون كاين انتظارات ديال صاحب الجلاله. واعتقد بان كل المتدخلين اليوم كانوا عند الموعد. فهناك يعني الا العمل ان شاء الله خصنا نكونوا يد في يد باش نشتغلوا وقدام باش نكونوا عند بسم الله الرحمن الرحيم. كيف اليوم كاين واحد العرس اللي هو عرس سياحي بامتياز في مدينه تطوان، وبهذه المنابر الاعلاميه ديالكم اللي كنشكركم اول شيء لان التغطيه الاعلاميه هي من اهم التسويق لا للمدينه ولا للجهه. وكنتمناو ان شاء الله يكون هذا النشاط اليوم او هذه المناظره الجهويه في ظل 3 ايام ناجحه باذن الله، اللي كنشكروا من دوركم غرفه التجاره والصناعه والخدمات اللي اختارت مدينه تطوان كمدينه اللي غتحتضن هذه المناظره الجهويه الاولى في السياحه. وهذا ليس اختيار فقط من اجل مدينه ما في الجهه، لكن ان هذا كيأكد ان مدينه تطوان او اقليم تطوان يزخر بجميع المؤهلات الطبيعيه الثقافيه السياحيه والشاطئيه. يعني اذا تكلمنا على الثقافيه كنلقاو عدد المتاحف اللي كاينين عندنا في مدينه تطوان يضاهي المتاحف اللي كاينه في الرباط مثلا ولا في فاس. اذا تكلمنا على السياحه الدينيه كنلقاو عدد الزوايا وعدد المساجد ينافس مدينه فاس. اذا تكلمنا على المدينه العتيقه كنلقاو من اهم المدن العتيقه في المملكه المغربيه هي مدينه العتيقه ديال تطوان، تطوان الحضاره. هذا علاش تم الاختيار أن تكون أول مناظرة جهوية للسياحة في مدينة تطوان. وهذا طبعا شرف لجميع مهنيي وجميع المجتمع المدني وجميع أهالي تطوان أن تكون مناظرة جهوية انطلاقة ديالها من مدينة تطوان.